النهارده جاي اغطي لكم اخر اخبار نادي الزمالك في الساعات اللي فاتت. قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات او جرس التنبيهات ونسخ الرابط. اول خبر معانا، الكاف يرسل خطاب الى اداره نادي الزمالك، اللي هي تم مد الفتره من 31/6 الى 25/7. يعني يعني المفروض يحلوا فيهم ازمه القيد. المفروض والله، بس ممكن ما يحلهمش عشان دي اتوقع دي حاجه من الاداره. ممكن تحله بكره عادي، ممكن يصحى بكره الصبح يلاقي ممدوح عباس دفع كل الفلوس. ممكن يصحى بكره الصبح يلاقي ان لبست فترتين قيد ومش هينفع تحلهم غير لما تلبس الفترتين. فهنشوف بقى كده نادي الزمالك مش هيبقى 31/6، يبقى 25/7، 25 يوم زياده. حاجه حلوه. خبر بعد كده، حسين لبيب جون طلع بتصريح بيقول جون ادوارد مستمر ومعتنق الجوال لن يرحل عن تدريب نادي الزمالك. اكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ان مجلس الاداره ناجح في التجاوز العديد من التحديات خلال الفتره الماضيه المشدده على استمرار جون ادوارد في منصبه وثقته في الجهاز الفني والاداري على جانب قدرته النادي تحقيق النجاحات رغم الازمات. يعني هو جون ادوارد هو اللي جايب عقدة الدباغ، هو اللي جايب اخوان الفينا بزيرة، هما اللي خلوك اصلا تاخد الدوري. ب- ده اهم حاجه طبعا. وكمان نظم شويه في الاداره قبل ما كان في شويه عشوائيه، والنادي كان مفتوح، ما كانش مسطور، ما كانش بيتكتم عليه. فانت بعد ما جه كتم على النادي مش كده خدت الدوري. مفيش اي معلومه كانت بتطلع بره النادي، بره نادي الزمالك. كل يعني بالصعوبه هتلاقي المعلومه بتطلع من اي حد. خبر بعد كده هو خبر او ما سمعته على العصاب. خبر جاي من البنك الاهلي يعلن ضم مودي ناصر 3 مواسم في صفقة انتقال حر. مودي ناصر من موسمين وكيله اقترح عليه اللي هو يعرض نفسه على نادي الزمالك، وبالفعل وكيله خد العقد بتاعه عرض نفسه على نادي الزمالك، فضل له موسمين. قال لهم لا مش عارف ايه، كان في وقتها ازمه ماليه، كان في قيد مفتوح وحلها بعد المشاكل فتحنا القيد. لا كان في ازمه ماليه، كنا مش عارفين نجيب صفقات، خدنا قروض، ما جبناش اللاعب. بس الموسم اللي بعده فاضل موسم، مش عايزين يخشوا في تحديات مع انبي عشان موقف زياد كمال. موسم دوت بقى، موسم دوت عرض نفسه عليك وانت مضيت معاه. ثانيا انت ما اهتمتلوش، عرفتش تتعامل معاه معامله صح، معامله لعيب او اداره احترافيه. هتتوقع اي حاجه من الاداره دي والله. ادعس لعيب كنت هتحتاجه، انت ما عندكش مركز 6، هو بيلعب مركز 6 قوي جدا. انبي كان لاعب، كان في لاعب انبي اساسي، هو فسخ عقده بالتراضي، كان هيجيلك لاعب، كان شريك، كان هيجيلك. كمان في خبر طلع في الساعات اللي فاتت من هاني عصام ان عبد الرحمن شيكا، لاعب طلع الجيش الاسبق ومدير سبورت الاسبق حاليا لاعب سموحه، كان ماضي ومخلص كل حاجه مع نادي الزمالك. وده اللي يشيل بقى، وده اللي يشيل ان لعيب زي عبد الرحمن شيكا لعيب جامد، في خط الوسط تقريبا، لعيب جامد ومهاري، لعيب تثق فيه تحطه في تشكيله اساسيه لا لعيب مش اللي هو بس لعيب، لا كويس يمشي الحال، يكون بديل دكه، لعيب يمشي الحال. الخبر اللي بعد كده، الزمالك يجدد رفضه التفريط في خدمات الوزاره وعداية الدباغ. كشف مصدر بإدارة كورة بنادي الزمالك عن رفض فكرة تفريط في خدمات الثنائي البرازيلي وخون بتزيرة الجناح الفريق والفلسطيني وليد دباغ مهاجم الأبيض نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. يأتي ذلك في ظل الاهتمام بعض الأندية العربية بحصول على الخدمات الثنائية في مكان الصيف الحالي. في الفيديو من قريب، الفيديو ده ولا اللي قبله، قلت إن في عرض جالي خنق بتزيرة من نادي السد القطري، كبير قطر، الدوري القطري، بعرض 4,500,000 دولار. 4,500,000 دولار مبلغ كبير جدا، بس الناس دي انا فكرت فيها، انا هلبس فترة واحدة مش فترتين، انا ان شاء الله هحل في القضايا، لو ما حلتهمش تبقى اوسخ ادارة جات. يعني مرتضى منصور احسن منها، علم مستشار كان بيعرف يحل، بيعرف يلم القضايا، وكان يسوي في اسرع وقت. بس ادارة بقى جمهور الزمالك بس. المهم يعني جه، بس الناس دي كمان عارف اللي هيلبس الفترة دي كمان اللي يحافظ على اللعيبة مش هيمشي اي لعيب. بعثة منتخب مصر تصل إلى كندا استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في ثنائيات في ثاني جولات المونديال. بعثة منتخب مصر تصل ربنا يوفقهم. انا بالنسبه لي ده اسهل ماتش، بس اسهل ماتش ما تفتكرش اللي هو اسهل ماتش اللي هو فاهم انت اللي هو تستهزي بيه، لا ده بيكون اصعب ماتش اصلا. بلجيكا كان اصعب ماتش وانت عديت بيه بسهوله،
تاخد معاك تجيب الجول التاني والدافع طبعا مرتد تجيب التالت كمان، بس انت ضيعته من ايدك بسبب عبثية حسام حسن. حسام حسن دافع وخاف، فنزل الدبابة لوكاكو، دخل في وسطهم حرفيا، حاسس ان هم عياله. حط رجله، او محمد حط رجله دخل الجون التعادل بتاع بلجيكا في الجوله الاولى في كاس العالم. كيف يفكر الزمالك في نفي تمديد الفريق الاجنبي الموسم المقبل؟ سر تفضيل الاجانب. كشف مصدر بنادي الزمالك عن تفكير إدارة الكورة داخل نادي الزمالك في نفي المدير الفني خلال الموسم المقبل، في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لموقف معتمد جمال المدير الفني الأبيض. وأكد المصدر ده إن إدارة الكورة في نادي الزمالك تفضل التعاقد مع مدرب أجنبي في الموسم المقبل بسبب أزمات القيد وعدم إبراز صفقات جديدة. ماشي، بس اما تطلع فلوس من الأرض الجديدة، أرض أكتوبر الجديدة 65 فدان، اما تطلع فلوس، انت معكش فلوس دلوقتي، انت عندك أزمة مالية، هتجيب مدرب منين؟ هتجيب مدرب زي نيك فيريرا مثلا، زي نيك فيريرا مدرب لسه صغير، ممكن ينجح ممكن يفشل عادي، مدرب صغير. خلي بالك نيك فيريرا قبل ما يجي كان مع فريق اسمه أندر لخت، كان مع فريق قوي حرفيا. في ماتش في ماتش اخر ماتش في الدوري البلجيكي، لو كسبه ياخد الدوري، لو خسروا يخسر الدوري، لو تعادل يكسب الدوري. كان 1-1، طلع كان هو اصلا تلعب هجوميه على على الاستحواذ. المهم كان هجمه مرتده جول، لبس بقى 2-1 للفريق اللي قدامه، خسر الدوري ليه؟ بسبب فكره الهجومي البحت. فلازم معطي الجمال يكمل بقى، مفيش فلوس، بس انت معطي الجمال مخلص، وكمان لسه ما اتعملوش عقد متوثق في اتحاد الكوره. هو بياخد 500,000 جنيه في الشهر، بس هو ما خدش، بقول لك ما خدش راتبه من شهر 2 أو 3. فين يا إدارة؟ المهم يعني لو جبت مدير فني أجنبي، جيب مدير فني أجنبي براتب مش أقل من 100,000 دولار عشان تبقى قوي كده. خبر بعد كده في النادي الأهلي بخصص زي حمزة عبد الكريم، موعد حسم صفقة حمزة عبد الكريم مع النادي الأهلي مع برشلونة. تتجه صفقة انضمام اللاعب حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة إلى الحسم بشكل نهائي، اعتبار من يوم الاثنين المقبل بعد استكمال أخذ الإجراءات الإدارية بالأطراف المعنية. وأكد مصدر داخل العملية إن نادي برشلونة فعل الأسبوع الماضي بند الشراء المتفق عليه مع النادي الأهلي المصري، يصبح اللاعب جزء من الفريق الكتالوني، اعتبره موسم الهجوم بشكل كامل. وفي اخبار كمان ان هانز فليك عايز ياخد حمزة عبد الكريم مع المعسكر في الفريق الاول، عايز يساعده الفريق الاول، ياخده مع المعسكر في انجلترا. شوف، ودوت جماهير مصر، جماهير الاهلي، كل جماهير مصريه بالذات جماهير الاهلي بيقول لك ده كسر رابطه. انت عايز إيه؟ كسر رابطه، هيسيب نفسه، هيهلك نفسه بدنيا، هو راح يلعب في برشلونه الموسم اللي بعده على طول. في الاخر جاب هاتريك قدام فريق في الكاس، رأسيات، وكان لاعب كويس جدا، وهانز فليك عايزه في انجلترا في المعسكر ده. صراع مشتعل بين بيراميدز وينافس الاهلي على ضم نجم انبي. كشف الاعلامي امير هشام على اخر تطورات مفاوضات الاهلي مع ثلاثي انبي علي محمود ومحمد عبد الله وقطاي عبد الله. عصام سراج وايمن تواصل اخرين بين عصام سراج وايمن الشريعي كان منذ 3 أيام، كل الارقام المتداوله ليست حقيقيه. انبي طلب بعض الامور الماليه الخاصه بالبونص، يعني رقم فوق الرقم، مثلا لو خد تتويج بلقاب او غيرها، او اسلوب شرير، او نتائج احصائيات اللاعب خاصه ليه يعني. في خبر طلع عن علي محمود عايزين فيه الاهلي حط رقم 30 مليون جنيه، انبي ايمن الشريعي حط رقم 50 مليون جنيه. ده غير طبعا لو توج بدوري. بعد مؤاخذة، مؤاخذة يا جدعان. كده نقدر نكمل. غير طبعا هو لو خد دوري هياخد عليه 3 مليون جنيه. طبعا هو لو خد دوري هياخد عليه 3 مليون جنيه. علي محمود لوحده 50 مليون جنيه.
لعيب موهبه، لعيب هيفرق معايا الاهلي في الدكه، بس ما 50 مليون كتير. هو ادالك قاعد طوع 30 مليون في بيراميدز. بيراميدز ممكن يدفع اصلا لوحده 60 مليون، مش 50 كمان. فبالنسبه لي بيراميدز ده زي ثعبان كده في الدوري المصري، بينهش في صفقات الاهلي والزمالك، ميعرفش يخلص فيها. وده برضه كان مخلص مع نادي الزمالك بس ما مضاش. اتفاق مبدئي بين سيراميكا كليوباترا مع الجولة ضم الحارس محمد علاء. محمد علاء لعيب حارس مرمى موهوب، حارس مرمى جامد. المفروض كان مخلص مع الزمالك من الناحية الشخصية، اللي هو ما بينه وبين النادي وفريق ما بين فريق ازاي الجون، لا كان مخلص مع نادي الزمالك. فضل بس هو يمضي ويدفع المبلغ المالي او يقسطوه نادي جونة، وبس خلاص كده. أم لا، لازم يتحنك نستنى لغاية ما توافق قيدنا، ما يدفعش فلوس لمدرب خبر ده في الآخر. خبر الزمالك كان حجب رقم واحد من القمصان الفريق خلال الموسم مقابل تقدير الجمهور. بأمانة من أول ماتش سيراميكا كليوباترا في الدوري، أول ماتش في الدوري، لغاية الماتش سيراميكا كليوباترا برضه في الدوري، جمهور نادي الزمالك في ظهرك معاك، مش بيسيبك. ده غير الجمهور ده اللي هو كان بيحرك الصخر فعلا، اللي هو بس اللي هو كان موجود ومع اللعيبة كان الزمالك خسرين الدوري، خدنا يعتبر مركز رابع ده بالكتير قوي. الخبر اللي بعد كده مواعيد دوري أبطال أفريقيا رسميا. الكاف يكشف مواعيد بطولتي دوري أبطال أفريقيا الكونفدرالية الأفريقي الموسم المقبل 2026-2027. الدور التمهيدي الأول الذهاب يوم 4 يوم 5 يوم 6 سبتمبر، الإياب 11 12 13 سبتمبر 11 12 13 سبتمبر. الدور التمهيدي الثاني اللي هو دور ال 32 تقريبا، الفريق كان 64 ده ال 32. دور التمهيدي الثاني دور ال 32 الذهاب 16 17 18 أكتوبر، الإياب 23 24 25 أكتوبر. مجموعات الجولة الأولى 27 28 29 نوفمبر، الجولة الثانية 4 5 6 ديسمبر الميلادي، الجولة الرابعة 8 9 10 يناير، الجولة الخامسة 15 16 17 يناير، الجولة السادسة 22 23 24 يناير. ربع النهائي الذهاب 26 27 28 فبراير، اللي هي 65 5 6 7 مارس. نصف النهائي الذهاب 9 10 11 ابريل، الاياب 16 17 18 ابريل. النهائي من 9 الى 31 مايو. استمر هذه الموعد في شهر مارس المقبل. دي مواعيد الكاف عشان زد بيراميدز والزمالك والاهلي هيشاركوا في البطولات الافريقيه. خلي دول في الاخر. حسين لبيب جون ادوارد مستمر في منصب كمدير رياضي. الزمالك جرب ذلك المنصب لأول مرة كمجلس إدارة، لا يوجد غيره أو حب ظهوره أو كشف عن أخبار أو هذا لأنه هناك شخص أصبح مسؤول عن كرة القدم بالكامل في الزمالك. أريد أن أوجه له الشكر أنه أرهق معنا هذا العام وعدنا بميزانية معينة قبل الموسم. كان لدينا تصور توفيرها ولكن حصل نصف فقط، ورغم ذلك حقق نتائج رائعة. ايوه عشان ادوارد كان طالب 250 500 مليون، خد 250 300 مليون. شايف الصرف في ايه؟ خبر خليه في الاخر. خبر اللي بعد كده لا مفيش غيره اصلا. بص بقى حسين لبيب عراي خفاجي لبليبو، معنى الكلمة لبليبو عليه خفاجي. تحملت لمدة عام كامل لجميع الانتقاد والهجوم وأصبت بالمرض، ربنا يشفيك يا عم. وراح قطر تقريبا وقتها. لم أتحدث ولكن خلال عامين ونصف حصلنا على الدوري والسوبر الأفريقي كأس مصر وكأس الكونفدرالية. طبعا عايز بس حتة من أول السطر لغاية الكونفدرالية الأفريقية دي بس. أنت مرتضى منصور في 4 سنين خد 12 بطولة أو 14 بطولة، تاخد ليه 3؟ أما 4. كمل التصريح: لولا سوء الحظ كنا نستوعب الكونفدرالية هذا الموسم إذ فزنا في السنوات الستة الأخيرة. حصلنا على نفس العدد لقب الدوري مع فريق مع فريق المنافس، قصده على الأهلي يعني. من الآخر كانت تعتبر إدارة فاشلة. مرتضى منصور
قعد 4 سنين خد 14 بطولة أو 10 ولا 14 بطولة. انتخابات تعتبر 4 بطولات: فضائية، أفريقية، سوبر أفريقي، دوري، كأس مصر. الخبر اللي قلنا سبته في الآخر: حسين لبيب: كلنا نستعد أن نبدأ من الغد عقدنا جلسة جميع الأطراف لتوقيع العقود الاستثمارية في الأرض الجديدة، وسنوقع مع واحد الشركات التسويقية للعضويات، وهدفنا الحصول على 3500 عضو كل عام لمدة 7 سنوات. مفيش رقم هنا. العضوية لفرع أكتوبر سيبدأ من 300,000 جنيه، 300,000 جنيه لغاية 450 850,000 جنيه. مبلغ انت عايز 350، هيجيلك مبلغ كبير طبعا. الخبر اللي وصلنا في الآخر: محمد مجاهد رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب مع MBC مصر عمرو أديب: لدينا 3 أو 4 شركات جاهزين موافقين على شروطنا الاستثمارية في فرع الزمالك الجديد، وقدموا أوراقهم ويتم فحصها، وخلال أسابيع سيتم إنهاء الإجراءات القانونية لاختيار الواحد بينهم. سيتم تقديم دفعة مقدمة للنادي تتخطى 100 مليون جنيه كحد أدنى. والله خبر كويس، بيقول لك 4 شركات جاهزين وموافقين للشروط الاستثمارية في فرع الزمالك الجديد اللي هو يبنوا يعني. برضه نفس الراجل: الأرض الجديدة مساحتها أصغر من القديم، ولكن مميزاتها موقعها أفضل وأنسب للإنشاء الاستثمارية في أرض جديدة أكبر. يقول لك في أرض 6 أكتوبر في شارع حيوي، شارع دايما فيه ناس 24 ساعة، اسمه شارع زويل. وعلى طول في وش شارع زويل. في التانية كانت على أول الشارع، ده هو في وش الشارع، شارع زويل. أكتر شارع حيوي في 6 أكتوبر أصلا. 65 فدان، دي 127 فدان ونص. بس كانت في اول شارع زويل، لا دي عند شارع زويل نفسه 65 فدان. الاخبار وبس كده. النهارده كانت اخبارنا لغايه النهارده. غير الاخبار وان شاء الله تشوفوه بكره في نفس الميعاد. اشوفكم على خير. كان معاكم سيف محمد صبري او النسر. اشتركوا، دوس على زر الاشتراك، دوس على اللايك، اعمل فعل جرس التنبيهات او زر التنبيهات، بعمل نسخ رابط، وسلام.